ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الفطير الحلو باسهل طريقه، فطير محشي من غير مكونات كتير خالص. من غير توريق ولا تعب. هتقدري تحشي اللي انت عاوزاه، زبيب، جوز الهند، سوداني، اي حاجه تحبيها تحشيها. اقتصادي جدا، مفيش بقى ولا توريق ولا تعب ولا اي حاجه خالص. كملوا معايا الفيديو للاخر، واللي مش مشترك في القناه يشترك، والمشترك يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وهقول لكم دلوقتي على المكونات اللي هنحتاجها. وبصوا يعني حلو جدا. التسويته في الفرن جميله. هقول لكم على كل حاجه. يلا بينا بقى نبتدي ونشوف ايه المكونات اللي هنحتاجها معانا. احنا هنحتاج نص كيلو دقيق، وحبه ميه، ونص معلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره سكر. معلقه صغيره معلش سكر. ادي اهو حبه الميه، وهننخل الدقيق. طبعا اساسي في المعجنات لازم ننخل الدقيق. وفي الميه انا دوبت نص معلقه الملح والمعلقه الكبيره السكر. نخلت الدقيق، وبعد كده بقى نبتدي نعجن بايدينا. لو عندك عجان تمام كويس جدا، مفيش عجان يبقى هننخل بايدينا. هحط يعني ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، كيك شيف، اي حاجه. هنبتدي اهو نعجن. حاطه طبعا كوبايه جنبي فيها ميه، لان احنا هنزود الميه بالتدريج لحد ما العجينه بتاعتنا تبقى ايه، خدت كفايتها وخلاص. اهو نزود الميه حبه بحبه بالتدريج ونعجن. هي بس بتحتاج عجن شويه علشان يعني ايه، يعني نعمل عجينه حلوه. يعني عجينه تعجن، كل المعجنات كل ما بتتعجن احسن، كل ما بتدينا نتيجه احسن. فاهميني؟ بس بنحجن بقى كويس جدا، عشان زي ما قلت لكم تبقى حلوه. وبعد كده انا باخدها احطها على الرخامه عشان اتملك فيها من عجينها اكتر اهو. وهتحتاج نص كيلو دي هيحتاج معانا حوالي 3 معالق كبار زيت. يعني دلوقتي حطيت زيت، وهحط حبة تاني. هي بس النص كيلو كله هياخد حوالي 3 معالق كبار زيت، وهتتلمي معاكي وتبقى جميلة. صدقوني الفطير ده من اسهل الطرق اللي ممكن تعملوها. ولو ما عملتيش لايك لحد دلوقتي بقى، يا ريت تعملي لايك. صدقوني يعني مش هقول لكم ان احنا في موضوع التصوير ده، لو الحاجه بتاخد نص ساعه في انك تعمليها، صدقيني عشان تصوري وكده تاخد مجهود اكتر ووقت اطول. فمن يعني انا بعد ما صورت الفيديو وبحمله على اليوتيوب، رجعت حذفته تاني لاني كنت نسيت اسجل عليه الصوت. بتبقى مشكله كبيره الموضوع ده. ورجعت حذفته، ورجعت سجلت الصوت عشان احمل الفيديو تاني وينزل بصوت طبعا، لان ما كانش هينفع ينزل من غير صوت. بس فانا اهو شلت بقى العجينه من الطبق وقعدت اعجن كويس فيها. اهي كده العجينه بصوا لمت معايا وبقت حلوه. العجينه طريه، فيها سنه تلزيقه، حاجه بسيطه خالص، بس هي طريه وحلوه. انا بقى العجينه دي هقسمها على نصين، وكل نص هقطعه على 4 كور. ليه؟ لان انا الصينيه اللي هحط فيها بنحط 4 طبقات تحت و4 طبقات من فوق اهو. هنلم بقى نبتدي. بصوا بقى يعني، وما تقلقوش خالص من المكون اللي هقول لكم ده، هو ده اساس التوريق بتاع الفطير الحلو ده. ده نشا. حطيت حبه نشا في طبق، وهبتدي اهو هلم العجين واعملهم كور اهو، لحد ما هنكور بقى الكور كلها طبعا عشان وقت الفيديو. فبعد ما بنكور بقى الكور كلها، بنغطيهم بكيس استرتش لاب اي حاجه. وبعد كده نسيبهم يرتاحوا ربع ساعه، نص ساعه، مش مشكله. هو لما بيرتاح بيفرد اكتر و... وبيبقى يعني بيريحنا. وكده كده احنا مش هنحتاج فرد، اللي هو زي ما قلت لكم، يعني كده كده مش هنحتاج فرد جامد. بس هو كده انا سبته ارتاح نص ساعه. نجيب بقى اول كوره خالص انا قطعتها، اول عجينه اتقطعت اهو افرد. وهبتدي اجيب كمان النشابه بتاعتي، اللي هي العجله دي سهله جدا بصراحه في الفرد وجميله. انا مش هفرد جامد على فكره خالص. يعني بصوا، هي مش تلحقي تعملي كام فرده وكام فرده كده خلاص الموضوع انتهى. وبفرد على نشا برضو. اساس التوريق النشا، ما تقلقيش ابدا ولا من كميه النشا. كل ده مش هيبان، ومش هيبان في الطعم صدقني نهائي. جربوه بامانه هيعجبكم جدا اهو. فردناها طبعا بقى بالنشا. بعد كده هنجيب السكينه هنقطعها زي ما انتم شايفينها كده. القطع ده هو اللي هيدينا برضو ايه، التوريق. يعني هنقطع وهنطبق. هوريكم الطريقه اللي هنطبق بيها
هنفرد نشا. طبعا النشا دي ايه؟ النشا دي هتورق وهتخلي الطبقات ما تلزقش في بعض، فاهمين؟ اهو بتني الجنبين اهو، واتني، وبعد كده اتنيهم لقدام وارجع برضو نفس الكلام، اتني الجنبين والقدام. طريقه سهله جدا، شايفين؟ اه. بسيبها بقى على جنب، بمسك العجينه دي واسيبها على جنب واكمل نفس الكلام، اعمل واحده غيرها برضو. بفرد بقى الكل بالطريقه دي، يعني افرد عجينه عجينه وايه بالطريقه دي، عشان ايه؟ يبقى الموضوع سهل، فاهميني؟ وتدينا توريقات حلوه اهو. وبفرد معاكم واحده تاني اهو عشان نشوف الطريقه برضو ان انا بطبقه ازاي. وبعد كده بقى انا هكمل الباقي انا، فاهميني؟ عشان وقت الفيديو اهو. برضو بنقطعه على 3، الجنب بنقطعه على 3، وبرضو نتني زي ما قلت لكم. زي ما قلت لكم تاني، ما تقلقوش، صدقوني من النشا خالص مش هتعمل اي حاجه، مش هتبان في طعمه نهائي بامانه خالص، بالعكس هتدي توريقه حلوه جدا. هنطبق اي قطعه نخلصها نحطها ايه على جنب ونكمل الباقي. الفطير ده حلو واقتصادي جدا وتحليه حلوه، يعني مثلا لو الولاد عاوزين حاجه، فاهماني؟ طبعا في رغم الدنيا فيها والغلا والاسعار وكده، فدي حاجه سهله وبسيطه ونفرح ولادنا بيها وتعجبهم. بس كده انا خلصت ال8 قطع بتوعي كلهم. هبتدي بقى افرد اهو. بقى ميزه بقى اللي هو النشا مش هيخلي الطبقات اللي من تحت تلزق في بعضها اهو، ولا هي هتلزق على الرخامه تاني. انا بقى بفرد اهو، هفرد بقى واحده واحده. ده هينفع في صينيه 30 32 تبقى كويسه جدا. وبصوا ابتدي بقى اقطع الزيادات. انا بحط الصينيه طبعا انا دهنها سمنه، وببتدي بقى اقطع على قد الصينيه بالسكينه اهو، وايه واحطهم. الزيادات دي طبعا مش بتترمي نهائي، الزيادات دي برضو انا بقطعها وبحطها في النص بين الطبقه والطبقه. يعني لو انا دلوقتي هحط الطبقه وافردها في الصينيه، وكل الزيادات اللي بتتبقى دي اللي حسيتها مش مظبوطه فرجعت عدلتها، كل الطبقات الزياده دي هروح برضو مقطعاها واروح ايه حطها في النص اهو. بس هو هدهن بقى دهنه سمنه بين كل طبقه وطبقه، لازم ندهن سمنه ونقطع كل الزيادات دي وبرضو نحطها في النص اهو. متنسوش بقى لو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه اهو. شايفين؟ هنجيب بقى طبعا طبقه تاني، وبرضو بعد ما حطيت برضو الزيادات بدهن دهنه سمنه اهي واحط. طبعا وانا بقى بفرد الطبقات دي كده بروح ايه مشغله الفرن على درجه حراره عاليه عشان الفرن تسخن قبلها طبعا بربع ساعه. انا كنت شغلت الفرن وانا بفرد اللي هي الطبقات الاخيره دي. وببقى عامله ببقى عامله السيرب، الشربات اللي هنسقي بيه. انا كنت عاملاه قبلها بيوم. عملت ايه؟ كوبايه ونص سكر على كوبايتين ميه، عصره ليمونه، ونسيبهم يغلوا على النار 10 دقايق. وبعد كده بطفي عليهم واحط لها ايه؟ رشه فانيليا بس. ليه؟ لان هي ده لما بيطلع من الفرن بيبقى الفطير سخن والسيرب معانا، الشربات بيبقى بارد، وبيبقى الشربات تقيل شويه، يعني ولا خفيف ولا تقيل اللي هو خالص، لا بيبقى ايه وسط. هتشوفوه وانا بحطه على الفطير لما بيطلع من الفرن بيبقى وسط، ولا خفيف ولا تقيل اهو. انا كده برضو عملت الطبقه التانية اهي، برضو عندي سمنه، وبرضو هقطع الزيادات واروح ايه حطها كده. انا خلصت اول 4 طبقات. انا حشيت جوز الهند وزبيب. عاوزه تحشي سوداني تمام، عاوزه تحشي مكسرات، اي حشو انت عاوزاها تمام. بس انا قلنا ايه؟ ان الفطير ده اقتصادي، فعشان كده حشيته جوز الهند وزبيب، لكن اي حشوه متاحه زي ما تحبي طبعا كده اهو. وهنكمل بقى برضو فرق ال4 طبقات اللي باقيين ونحطهم كده اهو. دي كده الطبقه الثالثه، كده مش فاضل غير اخر طبقه. انا قلت اوريكم برضو ان هو بعد الحشو بنحطه بكل سهوله، متقلقوش. يعني ده انا كمان بعد ما اتحطت في الفرن وسقيتها بالشربات قدرت اطلعه كله انقله على صينيه تاني، كان بكل سهوله لان طبعا متماسك في بعض. وعارفين يعني انا بعد ما طلعته من الفرن كان حلو قوي.
عاوزاه بعد ما يطلع من الفرن بياخد لون طبعا. عاوزاه يبقى مقرمش معاكي سيبيه كده بعد ما بتسقيه بالشربات. عاوزاه يبقى طري غطيه شويه هيطرى معاكي. مش هيبقى طري برده اللي هو معجن، لا هيبقى طري بس شويه، بحيث ان لو ولادك حابين ياكلوا منه يقدروا ياكلوا منه بكل سهوله اهو. دي كده اخر طبقه. انا طبعا اخر طبقه مش هحط الزوايد بتاعتها فوقيها، لا انا كنت قطعتها الاول، فالزوايد رحت حطاها من تحت على الطبقه اللي هي الطبقه السابعه بمعنى اصح، وحطيت الطبقه الثامنه من فوق، ما حطيتش فوقيها اي حاجه. وهنبتدي نقطعه. بص بقى هو تقطيعته سهله. هنمسك السكينه نقطع الصينيه من النص اهو، ونرجع برضو اللي فيها نقطعها من النص. يعني انا بقطعها 4/4 بمعنى اصح، وكل ربع بقطعه زي 8. فاهميني؟ يعني كل ربع بقطعه 8 اه. يا رب يكون بس التقطيع واضح علشان تعرفوا. بس انا كنت مضطره ان انا امسك طبعا عشان اعرف ان ايه عشان يعني العجين ما يطلعش. بصوا بقى هنبتدي بقى ايه نقسم بالسكينه اهو. ال8 دي بنقسمها ل3 اهو، بنقسمها ل3 زي ما واضح كده معاكم في الفيديو. والحته اللي بتبقى في النص دي اللي هي ما قسمتهاش، اللي هي ال8 الصغيره دي، بقسمها برضو 2 بالنص اهو اهو. تمام كده. كده الفرنه سخنت معانا، هنحطها على الرف اللي في النص لحد ما الجناب تحمر ونشغل لها الشوايه. شايفين؟ بس طبعا احنا لسه ما دهناش سمنه، انا هندهن الوش ده كمان برضو سمنه. يعني انا كده لسه ما دهنتش السمنه، لان انا قطعته الاول عشان اتحكم في اني اقطعه، وبعد كده رحت ايه اهو. بصوا السمنه بقى عشان احنا طبعا الجو ابتدى يسقع، السمنه جمدت معايا، رحت انا برضو دفيتها شويه، ممكن في الميكروويف في اي حاجه، وبحيث ان انت ايه تقدري ان انت ايه تدهني بيها الوش كويس عشان ياخد لون حلو اهو. بصوا زي ما قلت لكم خلاص، هي الفرن سخنت معانا، هندخله الفرن. ما بياخدش وقت خالص في الفرن، بس طبعا مش هقدر اقول لك وقت لان الفرن عندي غير عندك، فاهميني؟ يعني بتختلف من حد لحد. بس واول ما زي ما قلنا الجناب تحمر هتلاقوا بقى الجناب فصلت، فاهميني؟ يعني بصوا احمر، بصوا ازاي ولعت الشوايه اهو. بصوا بقى سمك السيرب، شايفين؟ بصوا السيرب عامل ازاي، ولا تقيل ولا خفيف، حلو جدا. والمعيار اللي انا عملته اللي هو كوبايه ونص سكر على كوبايتين ميه كان حلو جدا، يا دوب مظبوط في الصينيه. وبصوا شايفين هي اساسا الفطير بصوا فصل من جناب الصينيه ازاي، تتحركوا الصينيه يتحرك. واتمنى بقى ان وصفتي تكون عجبتكم، وانتظروا مني كل جديد. ولو عاوزين اي حاجه معينه اكتبوها لي في الكومنتات وانا اعملها لكم. واتمنى يكون ان الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. بس زي ما قلت لكم، عاوزينه يبقى طري غطوه، عاوزينه يفضل مقرمش يبقى سيبوه كده ما تغطوهوش. واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.